محتارة كل يوم تعملي اكل ايه؟ صح؟ تعالي هقولك بقى على وصفة حلوة قوي، والاهم من ده كله انها لذيذة قوي وبرده سريعة قوي. مش سريعة قوي يعني، بس هنمشيها ان هي سريعة. بس في الاول بقى ما تنسيش في اللايك والشير، وهستنى بقى ان انت تعملي سبسكرايب على القناة وتفعلي زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك. ولو الوصفة عجبتك هستنى رأيك في الكومنتات. معايا بقى هنا شوية بتنجان، مش شوية، هما 3 بتنجانات من البتنجان الرومي ده. هجيب البتنجان وهقشره. انا عامه ما بحبش اشيل القشره كلها بتاعه البتنجان لان بيبقى فيها فايده، فبعمل زي تخطيطه كده، يعني حته فيها قشره وحته ما فيهاش قشره. طبعا لو انت حابه ان انت تشيلي القشره كلها مفيش مشكله، دي ملهاش اي علاقه بوصفه النهارده. انا مجرد بس ان انا يعني بسيب شويه كده من القشر عشان الفايده اللي فيه، ما بحبش اشيله كله. بعد بقى ما هقشر البتنجان زي ما انت شايفه كده، هقطع البتنجانيه بالطول. عشان انا عايزه تبقى شرايح بالطول كده بيضاويه، مش عايزاها تبقى مدوره، لا انا عايزاها شرايح بيضاويه عشان لما اجي ارصها تبقى بالنسبه لي رصتها سهله. هقطع بقى الكميه اللي معايا دي بنفس الطريقه كده، شرايح بيضاويه، بس اهم حاجه ما تخليهاش تخينه قوي ولا رفيعه قوي، يعني خليها السمك اللي انت شايفاه ده. وبعد كده هغسل البتنجان وهصفيه حلو قوي من الميه بتاعته. انا هحطه في الاير فراير، مش هقليه في الزيت. لو ما عندكيش اير فراير رش عليه رشه زيت كده ودخليه الفرن يستوي معاكي. عقبال بقى ما نخلص البتنجان تعالوا نقطع بطاطس. معايا هنا بطاطسيتين، وعايزه اقول لكم ان الكميه دي كمان هيتبقى منها في الاخر. البطاطس ما هقطعها كده زي الشيبسي، بس مش رفيعه زي الشيبسي، هقطعها دواير وما تخليهاش رفيعه عشان لما نيجي نحمرها لو رفيعه منك هتبقى ناشفه وهيبقى صعب في رصها. فحاولي ان انت ما تخليهاش رفيعه قوي وفي نفس الوقت ما تخليهاش تخينه قوي، خليها كده ايه، متوسطه. هقطع البطاطسيتين اللي معايا دول وهغسلهم وهقليهم. بصراحه انا حطيت البتنجان في الاير فراير وهقلي البطاطس على الزيت، انتي بقى زي ما تحبي هتقلي الاتنين في الزيت، هتدخلي البتنجان في الفرن وتحطي البطاطس في الاير فراير، يعني تعاملي بقى زي ما انتي حابه. بعد بقى ما هقطع البطاطس واخلصها تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه معانا تاني بعد البطاطس. كده خلصنا البتنجان وخلصنا البطاطس، تعالي بقى نعمل مع بعض الرز. الرز اللي معايا هنا هجيب الحله هولع عليها النار واسيبها تسخن وهنزل عليها بشويه زيت. انا بحب الرز بصراحه اللي بالقرفه والتوابل ده بحبه بالزيت. عايزه تحطي سمنه مفيش مشكله، زبده مفيش مشكله، براحتك. المهم ان انا حطيت شويه من الزيت، وهجيب بصلايه كده متوسطه، مش كبيره قوي ومش صغيره قوي. حاولي ان انت تقطعيها تقطيعه صغيره وناعمه. عايزه تحطيها في الكبه عادي، بس بصراحه هي بصله ليه توسخي الكبه؟ مفيش داعي ان احنا نوسخ الكبه، ربنا يخلي لنا ايدينا ونعمل كل حاجه بيها. هقطع البصلايه بقى حلو كده تقطيعه صغيره وهشوح البصله دي. اهم حاجه انا مجرد ان انا اشوحها وادبلها، مش عايزاها تاخد لون خالص. احنا مش بنعمل رز سمك، رز السمك بنتك على البصلايه جامد لحد ما تاخد اللون البني ده او الذهبي. لا هنا انا مجرد ان انا بشوح البصله بس ان انا تدبل معايا وتبقى شفافه. اول ما البصله هتدبل معايا وهتبقى شفافه هنزل على طول بالبهارات. هنستخدم نوعين بس من البهارات النهارده. هنستخدم ايه؟ هنزل بمعلقه كده صغيره من البهارات بتاعت الرز او اللي هي شبه بهارات الكبسه، وهنزل عليها كمان بنص معلقه صغيره من القرفه، وهقلب بقى كل ده مع بعضه كده مع البصل لحد ما البهارات بتاعتي تطلع ريحتها بقى وتشمي الريحه الحلوه. تخلي بقى القرفه مع البهارات مع البصل على زيت كده هادي، وكل ده يطلع ريحته. اول ما تبدا ان انت تشمي ريحه البهارات اللي عندك هاتي الرز اللي معايا. انا النهارده استخدمت رز مصري عادي، مش رز بسمتي ولا حاجه، رز مصري غسلاه ومصفيه حلو من الميه ونزلت عليه، نزلت على البصل والبهارات بتاعتي. هقلبهم بقى كام تقليبه حلوه كده عشان الرز يطلع مفلفل معاكي. غلفيه كله بالزيت، تفضلي قلبيه وشوحيه حلو قوي لحد ما الرزايه تسخن معاكي. وبعد كده هنزل بقى بالملح. لكل كوبايه رز بحط معلقه صغيره من الملح، المعيار ده مظبوط جدا، يعني ملح لكل كوبايه رز معلقه صغيره ملح. وطالما حطينا قرفه يا جماعه، اللي هيبين حلاوه القرفه اكتر الفلفل الاسود. انزلي بشويه كده من الفلفل الاسود وشوحي بقى الرز بتاعك ده حلو قوي كده. وفي الوقت ده شغلي الكتل عشان نسوي الرز بتاعنا بميه سخنه. عشان نتاكد ان الرز بتاعنا مفلفل انزلي عليه بميه سخنه بلاش الميه الساقعه. الرزايه بتاعتي خلاص اتشربت الزيت اللي فيها حلو، وهنزل بقى بالميه. هغطي بقى الميه كده حوالي عقله صباع وهسيبه ان هو ياخد غلوه تانية، وبعدين ههدي عليه واغطيه واسيبه بقى لحد ما يستوي. تعالي بقى هنا خلصنا اهو، قلينا البتنجان وقلينا البطاطس. هنجيب الصينيه اللي احنا هنرص فيها بس نقطه كده من الزيت، وهمسحها حلو قوي عشان لما اجي اقلب الصينيه اللي معايا تتقلب بكل سهوله ومفيش حاجه تلزق في الصينيه او تمسك في الصينيه. دي ميزه بقى المقلوبه على البارد كده، سهله وسريعه. لو عايزين بقى ان احنا نعمل مع بعض المقلوبه بالفراخ اللي هي بتتحط كلها على النار قولولي، وان شاء الله نعمل وصفه مع بعض وانزلها لكم.
بس المهم ان انتوا اكتبوا لي اي حاجه في الكومنتات يا جماعه، يعني ما تشوفوش الفيديو في صمت كده، لايك، كومنت، اي حاجه كده. هنرص بقى البتنجان مع البطاطس كده زي ما انت شايفه، واحده بتنجان مع واحده بطاطسايه وهكذا، بس خلي البطاطسايه نصها متداري كده زي ما انت شايفه، لحد ما هعمل بقى في الصينيه داير ما يدور كده، واخلص البتنجان والبطاطس. وزي ما قلت لكم يعني الحبه اللي انا عملتهم دول اتبقى منهم كمان، يعني ما خلصوش كلهم، لحد بقى ما هنخلص كده. بصي عملنا خلاص صوره اهو من البتنجان والبطاطس. تقدري على فكره لو بتحبي الكوسه برضو تحطي معاهم كوسه، بس طبعا تشوحيها حلو قوي، تنزلي ربها وملح وكده بعد كده لحد ما تستوي وترصيها معاهم كده. بصي بقى يا سلام، مفلفل، مش قادره اقول لك. حط بقى هنا الرز ليه على البتنجان والبطاطس زي ما انت شايفه كده، وسيبي لي في النص فاضي. نص فاضي ليه؟ انا عندي لحمه مفرومه متعصجه جاهزه كانت في الفريزر، طلعتها وهحطها. طبعا انت لو ما عندكيش حاجه معصجه جاهزه، تجي لحمه مفرومه عادي ولحمه وعادي جدا. وسيبنا اهو في القلب، قلبها فاضي. هنزل بقى كده ايه باللحمه في النص ده، بس اهم حاجه كده حوطيلي الرز زي ما انت شايفه كده، لحد ما بصي يعني يعمل دايره داخله على البتنجان والبطاطس، يعني يبقى فوق كمان البتنجان والبطاطس. انت شايفه كده، انا مش عارفه اوصف لك بالظبط، بس يعني انت شايفه اكيد فاهمه يعني انا اقصد ايه. واهم حاجه وانت بتحطي كده تتكي عليها، تكي على الرز يعني حلو قوي عشان يمسك في بعضه. يلا بينا بقى نجيب اللحمه المفرومه المتعصجه الجاهزه. هنزل بقى باللحمه المفرومه دي اهو في النص كده، بس كده. وبعد كده هجيب بقى تاني وهغطي كل ده بالرز. عايزه اقول لكم ان الرز كمان اتبقى منه، ممكن انتي تستخدمي صينيه اكبر من الصينيه اللي انا مستخدماها دي. هنزل بقى بقيه الرز كده، يعني مش بقيته، يعني مجرد ان انا اغطي اللحمه المفرومه واسوي الوش بتاعي كده حلو. وانا بقى بحط الرز كده بضغط عليه بظهر المعلقه كويس قوي عشان اكبس كل ده مع بعضه. وهاخد حروف البتنجان اللي طالعه دي، بصي بقى بظهر المعلقه كده هتنيها عشان كله يمسك ويتشمع مع بعضه، عشان لما اجي اقلبها ما تبص منك. ولو عندك هراسه بطاطس هاتيها وافضلي تتكي عليهم كده من فوق لحد ما كله يمسك في بعضه، والرز يمسك في بعضه والبتنجان والبطاطس وكله يبقى تمام. يعني اعمليها بضمير، اعمليها بضمير عشان لما تتفاجئيش لما تيجي تقلبيها. ماشي. المهم اتكينا عليها بقى كده حلو وخلاص ظبطناها، خلصت كده معانا المقلوبه. تعالي بقى نروح نجيب طبق ونقلب ونشوف هيطلع شكلها عامل ازاي، ولا ريحتها يا جماعه والله العظيم ريحتها رهيبه. هنجيب بقى طبق كده وهنحطه، ويلا بقى ايه نقلبها. وانتي بتقلبيها يا جماعه هتحسي ان انتي عملتي انجاز لما تنزل سليمه كده، بتبقى انجاز. بصي بصي بصي، رهيبه رهيبه، وشكلها وريحتها وطعمها. اتمنى بقى وصفه النهارده تكون عجبتكم، ولو الوصفه عجبتكم ما تنسونيش في اللايك والشير وتفعلوا زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصل لكم. ما تنسوش اهم حاجه السبسكرايب، ها السبسكرايب.